شكرا لي العزيز أمين السبتي. تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بين سبورتس. معنا التواصل من خلال هذا الحدث القاري الافريقي الكان 2023 في الكوت ديفوار. تاريخيا الكوت ديفوار يحتضن هذه البطولة للمرة الثانية بعد 84. 2023 وطموحات السود الأطلس لمعانقة اللقب الذي غاب لعقود طويلة منذ ذكريات أحمد فرس ومنذ الكان الوحيد اللي رفع فيه السود الأطلس اللقب القاري تحت قيادة أحمد فرس الجوليادور التاريخي للكتيبة المغربية. هذه مدينة سان بيدرو وهذا هو استاد بوكو لورون تيمنا بواحد من اساطير الكرة الإيفوارية لورون بوكو اللي كان نجم الإيفواريين في السنوات السبعينات. هكذا قرر المسؤولون هنا تسمية هذا الملعب باسم لورون بوكو تيمنا بخدمات والعطاء الكبير الذي قدمه هذا الاسم على الصعيد الكرة الإيفوارية. سان بيدرو ملعب لورون بوكو هنا درجة الحرارة 31 وانطلقت المباراة بأي تشكيل وبأي اختيارات. لا مفاجآت في القائمة لوليد الركراكي بلا السلجية اليسرى وحكيم زياش الرقم 7 بينما راس الحربة يوسف سميفيكان كان ذلك أمام منتخب التوغو في دور المجموعات. بالمقابل منتخب تنزانيا يلعب له مانولا في حراسة المغربية بلمسة زياش يعكس هذه الكرة بحثا عن يوسف من أصحاب التقاليد القارية منتخب الفراعنة مصر. هنا سفيان مرابط والصافرة من الحاجي تشير إلى خطأ حذاري من هذا اللاعب قائد منتخب الكرات الثابتة والرقابة رجل لرجل في منطقة الجزاء. هداف نادي اشبيلية انطلاقة إلى الجهة اليسرى مرفوعة الكرة في القائمة الثاني وبالراس برافو يوسف نصيري في ثاني تدخل. هنا الجرأة التنزانية والاندفاع التنزاني والهجوم التنزاني يبدأ مبكرا في مباراة اليوم. يعود زياش إن شاء الله في مباراة اليوم وياسين بونو بكل هدوء الممكن يتابع الكرة أرقامه القياسية مميزة ياسين. وفضاءات المونديالية بالملاعب القطرية بينما انطلاقة من الجهة اليسرى الزلزولي. يلا يا الزلزولي. هذه بالنسبة لمنتخب تنزانيا زائد الظهيرين حسين ومنوقع في الجهة اليمنى. 115 مباراة تصل الكرة ناحية لاعب حكيم زياش وبالراس هنا لحكيم زياش يراوغ زياش يدخل زياش ودي هز الكرة يا زياش علي الكرة يا زياش حاول يراوغ ولكن في النهاية الأقرب كان هو موانيتو يلعب بعد ذلك لمحمد حسين يضغط يا سمارة يا الزلزولي هرب الزلزولي من الجهة اليسرى في صافرة ومتى يأتي الإنذار أعتقد الإنذار يأتي الآن. البطاقة الصفراء في ظل ايقافات كانت صعبه جدا من خلال التعثر والتعادل الجزائر والتعادل الموزمبيق امام مصر. وناحي يرفع كره وناحي داخل منطقه الجزاء عندك يا سليم شوت يا سليم لكن طولي الزلزولي 1 على 1. الزلزولي مر الزلزولي عبر الزلزولي العرضيه تاخر في رفع الكره الزلزولي واعطى الفرصه للمدافع. عندك يا زياش في خطا ام لا؟ في خطا نعم في خطأ مخالفة لفائدة زياش. يجب زياش سيرفع كرة سيسدد زياش وجول ولا الأسود يسجلون الأسود يزارون الأسود يفعلون عن طريق صاحب الخبرة المدافع سايس بذكريات التوغو سايس بذكريات 2017 سايس في أجمل متابعة يضع الكرة في الشباك بعد الأولى من زياش. أنا قلت بأن الكرات الثابتة سلاح استراتيجي مهم لأسود الأطلس. هكذا البدايات وهكذا حكيم الباس رائعة هز الكرة يوناحي في خطأ انذار سلامات يا خوفي على اللاعبين من مثل هذه التدخل. سيرفع الكرة يلا الثاني يوسف نصيري كان قريب من زيارة الشباك مع أوناحي لمن يا أوناحي يلعب قصيرة مع حكيمي في خطأ. الحكم لازم يكون أكثر صرامة مع لاعبي منتخب تنزانيا عنيفين جدا. ميروشي لما نشوف مدافعين لديه يمشي كرة في المساحة يلعبها ممتازة زياش وحده
وزياش والثاني. النحلة الزنانة هنا، وناحي من أعطى التمريرة. أشرف حكيمي في القائمة الثاني بالراس لم يتحكم فيها نصير بين المنتخبين. ونحن نتابع هذه الكرة. الزلزولي، يلا الزلزولي شوط الثاني غير معقول. الثاني كان قريب يا الزلزولي. هذه ممكن أطمع فيها الزلزولي، كان ممكن يمرر، كان ممكن يعطي كرة لنصير. شفنا التميز اللاعب زياش اللي كان من صناع الهدف. سفيان مرابط من إيطاليا لإنجلترا، وما أعقب من صعوبات مع مانشستر يونايتد، ويمكن لسوء حالي أوناحي من جديد في وضعية صعب وفي مساحة ضيقة جدا. أوناحي، شوف مهارات أوناحي وذكاء أوناحي، يتحصل في نهاية الأمر على رمية جانبية. تدخل بالصعوبة من على نهاية الشوط الأول. ممكن هذه في الشبكة يا زياش. يتعثر زياش، يفقد توازن زياش وضاع مع الهدف الثاني. شوف الإعادة، حكيمي في التمرير ممتاز يا حكيمي، حطها بالملي. لكن نتساءل مع بداية الجولة الثانية كيف ستكون الظهير الأيسر، وما أحوجنا لظهير أيسر في ظل غياب علي أوناحي. لازلنا ننعش الخطورة والدفاعات المغربية. ترفع هذه الكرة، ياسين يتركها مباشرة إلى ضربة مرمى لفائدة المنتخب المغربي. ياسين، وعدنا كثيرة. أوناحي سيرفع كرة، أوناحي بحثا عن نصيري، جول ثاني يضيع غير معقول. نصيري كان ممكن يكتب التاريخ مرة أخرى، كان ممكن يدخل التاريخ مرة أخرى نصيري في وصوله، فهو من يتحمل بدرجة كبيرة جدا. لكن وليد روح انتصارية من أجل إسعاد الملايين في المغرب من طنجة العالية للكوير العزيزة. تمشي كرة في الجهة اليمنى لعناصر المنتخب المغربي. الهجمة المغربية عندك يا الشيبي يرفع كرة داخل منطقة جزاء، حتى في الدفاع سليم ملاح يلعب الكرة في الحل في الجهة اليمنى، ولا البحث عن الثاني. ونصيري الآن يقاتل من أجل الثاني. نصيري، الكرة تتحول بعد ذلك إلى ضربة مرمى. لا أدري ماذا أراد أن يفعل نصيري في الكرة الماضية. هل يمشي الزلزولي، راوغ الزلزولي، حط الكرة لأوناحي، أوناحي سدد ولكن بعيدة يا أوناحي. الفكرة التسديد مباشرة عوض رفع الكرة على القائمة الثاني. يمرر كرة لسليم، يمشي سليم، يتقدم سليم، ولكن في مراقبة من أوناحي. هذه صعبة. الكرة تذهب مباشرة إلى رمية جانبية. هنا نلمس الخط في اتجاه لعب سفيان أمرابط. سفيان على مشارف السلام على طول لفائدة منتخب تنزانيا، والربع ساعة المتبقية على نهاية المباراة، والمغرب 1 تنزانيا. هنا الانطلاقة من الجهة اليمنى، الاستلام، أوناحي يدور، أوناحي يبحث عن تسديد الكرة، أوناحي وحدة ممتازة، هي جول عالمي. النحلة الزنانة تضرب بقوة في هذه اللحظات، النحلة تضرب بقوة في هذه اللحظات. 2-0 في جملة تكتيكية ولا في الخيال، في جملة تكتيكية ولا في الأحلام، في جملة فيها تيكي تاكا ولا أحلى للاعبي المنتخب المغربي. يبحث عن الثالث، ينطلق حكيمي الآن، يرسل حكيمي العرضية، انصري، هو جول. شوف واستمتع المغربي، يدلع، شوف واستمتع. حكم الحاجي، هل يقر مشروعية الهدف للنخبة المغربية؟ نعم، الثالث 3